السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. الأرصاد الجوية الوطنية تحذر من أمطار رعدية قوية بهذه المناطق. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل تساقطات مطرية قوية محليا رعدية وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1800 متر، وهبة رياح محليا قوية ابتداء من اليوم الخميس وإلى بعد غد السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل أمطار قوية محليا رعدية من 50 إلى 70 ملم بكل من العرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان وشفشون والحسيمة، ومن 40 إلى 50 ملم بكل من المضيق والفنيدق والفحص أنجرة وتونات وتازة وسيدي قاسم والقنيطرة، ومن 25 إلى 40 ملم بكل من بني ملال إفران خنفرة برشيد مديونة الدار البيضاء بن سليمان سطات تمارة والصخيرات سلا أسفي والجديدة وسيدي بن نور والمحمدية والنواصر والرباط والصويرة وأقادر دوتانان وترودانت وشتوك أيتباها ابتداء من اليوم الخميس على الساعة 6 مساء إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 3 بعد الزوال. كما توقعت النشرة تساقطات ثلجية قد يصل سمكها إلى 50 سنتيمتر على المرتفعات التي تتجاوز 1800 متر بكل من عمالات وأقاليم أزلال إفران والحسيمة، وذلك ابتداء من اليوم الخميس على الساعة 9 مساء إلى غاية بعد غد السبت على الساعة 10 صباحا. وتابعت بأنه تساقطات ثلجية قد يصل سمكها إلى 30 سنتيمتر على المرتفعات التي تتجاوز 2000 متر ستهم عمالات وأقاليم تارودانت وميدلت وتنغير وصفر وشيشة وخنفرة وبني ملال وتازة وورزازات والحوز وقرسيف وبولمان، وذلك ابتداء من اليوم الخميس على الساعة 9 مساء إلى غاية بعد غد السبت على الساعة 6 صباحا. وأشارت المديرية إلى أن هبة رياح قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة ستهم عمالات وأقاليم الفحص أنجرة العرائش طنجة أصيلة تطوان المضيق والفنيدق والرباط والتمارة والصخيرات والقنيطرة وسلا والنواصر ومديونة والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان وأسيد بن نور والجديدة أسفي والصويرة ابتداء من اليوم الخميس على الساعة 4 عصرا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 9 صباحا.